الزمالك بيخسر من بيراميدز في ماتش لو اتعاد 100 مرة أنا ما اخسرهوش بالطريقة دي. يعني الماتش لو اتعاد 60 مرة أنا ما اخسرش، أنا كزمالك ما اخسرش بجون زي ده. ما اخسرش بجون زي ده. يعني بيراميدز لو متحكمة في سيناريو الماتش، هي بيراميدز كانت متحكمة في سيناريو الماتش كله. ولكن انت في بعض الأوقات انت كان في ايدك اللي انت تدخل جون واتنين. وخلينا نبتدي كده. يعني انت بادئ في اول 20 دقيقة. اول 20 دقيقة دي بيراميدز كان متحكم في الماتش اكتر منك بكتير، ولكن انت كنت واقف على رجلك. طبعا اصابة محمد شحاتة اللي قبل التسخين او قبل الماتش على طول اكيد اثرت معاك، لان انت كابتن ايمن الرمادي اضطر ان هو يلاعب مصدق باك يمين ويطلع عمر جابر في نص الملعب قدام. ف... فالإصابة دي أثّرت معاك. ولكن في الأول في الآخر أنت في أول 20 دقيقة أنت كنت واقف على رجلك. بيراميدز أي نعم كانت بتروح، وخصوصًا من ناحية مصدّق ومحمد حمدي وإبراهيم عادل، الاتنين كانوا بيعملوا عليه ثنائيات كتير أوي. كانوا بيعدّوا ب1 2 1 2 بيعدّوا كتير أوي، ولكن أنت كنت واقف على رجلك لغاية أمّا بييجي الجون الحقيقة. حقيقي بيراميدز عن طريق إبراهيم عادل والأوفر اللي رفعه مرعي. ولكن ده مش أوفر. يعني هو قصد الراجل يعمل أوفر، فجات معاه شوطة ما تفهمش ولا هي منها عرضية ولا منها هي شوطة. وتصرف غريب جدا من محمد عواد. انت بقى كده متكيف يا عواد؟ يعني انت بقى ما يعني الماتش اللي فات والأزمة اللي حصلت و... وسبت الراجل وهو بيكلمك ومشيت ومفيش مشكلة، واتعاقبت تاني يوم في التمرين وما نزلتش تمرين. تقوم طالع على السوشيال ميديا على جميع مواقعك على السوشيال ميديا، تقوم منزل ايه اللي بدر مني. اللي بدر منك يا عواد اللي انت مش مركز في الكوره. اللي بدر منك ان انت الراجل من ساعه ما جه وقرر ان هو يلعب محمد صبحي على حسابك وانت مش مركز في الكوره. مش مركز. يعني ماتش فيه تحديد مصيرك انت كزمالك، لان انت لو كنت كسبت بيراميدز الماتش ده انت كنت غالبا هتنافس وبشكل كبير قوي على المركز الثاني. ولكن بسوء تصرف منك، وان انت في الاول في الاخر دماغك مش في الملعب. تصرف ساذج منك. آه، اعتقد يعني في وقت من الاوقات بيقول لك إن انت رصيدك يكفي، او رصيدك كافي ان الجماهير تغفر لك. ولكن انت للاسف يا عواد في الفتره الاخيره دي انت رصيدك ما يسمحش ابدا ان جمهور الزمالك يغفر لك غلطه زي دي. غلطه انت بوظت بيها بشكل كبير جدا موسم الزمالك، اللي هو كده كده خربان على فكره. يعني هو موسم الزمالك هو مش حلو قوي عشان عواد هو السبب الرئيسي في ان هو يخربه. ولكن انت كده ساهمت بشكل كبير قوي ان الموسم بتاع الزمالك يبوظ. خلاص بقى. يعني انت من بعد اعتقد الجون لما دخل في الدقيقه 20 انت بتروح اي نعم رحت بهجمتين عن طريق مصطفى شلبي من ناحيه الشمال والاوفر اللي عمله لسيف جعفر، ولكن اتصرف فيها تصرف وحش قوي سيف يعني بصراحه. وكوره اولانيه اما مصطفى شلبي برضو عدى دخل على حدود ال 18 كده وشاطها. هي الفكره يا مصطفى يا شلبي مش لازم ابدا تقطم لجوه، ومش لازم ابدا تشوط الكوره بصبع رجلك الكبير وتخليها تلمس بطن رجلك عشان الكوره تروح سويرف وتروح ار2 وتدخل جون اقصى زاويه، الزاويه الشمال لاحمد الشناوي عشان اقول لك يا ابن اللعيبه. لا يا اسطى، يا اسطى الكوره ابسط من كده بكتير. يا مصطفى يا شلبي، والله يا ابني الكوره ابسط من كده بكتير. يا اخي ده انت الكوره الوحيده اللي انت عديت بيها صح اللي هي بتاعت الاوفر بتاعت سيف فاروق جعفر اللي اتعمل لسيف فاروق جعفر. انت مش عشان مهارتك طفحت عليك فانت عديت. لا، ده تصرف وحش جدا من الشيبي، قرر ان هو يسيبك تعدي وقف في مكانه. يعني انت كمان وقت ما قررت ان انت تعدي بالكوره وتتصرف بيها صح ورفعت اوفر برجلك الشمال لان انت جميع اوفراتك يا مصطفى يا شلبي برجليك الشمال هي بتخرج بره يا ما بتعديش يا اما بتخبط في المدافع. عدت فعلا صح، ولكن تصرف وحش جدا من سيف فاروق جعفر. والكره الاخيره يا مصطفى يا شلبي، الكره الاخيره اللي هي في الدقيقه حوالي 92 حاجه زي كده متهيألي، اللي انت قررت اللي هو المساحه قدامك بقى وقررت ان انت تعزم وتشوت الكره بوش رجلك اليمين.
ايه يا جدعان، يا جدعان مش كده والله حرام يعني. عاجبك ده يا كابتن احمد يا سليمان؟ اللي في يناير جبت لنا مشلاك، ولا الخرا زفت مشلاك ده اللي انت كان في ايدك تجيب لنا بيت شرقي؟ ده عاجبك؟ حلوه السمسره، حلوه الفلوس، حلوه حرقه دم الجماهير. انت كده مبسوط يا كابتن احمد؟ مبسوطين يا مجلس اداره نادي الزمالك؟ امبارح خساره في الهاند بول، ماتش كارثي في الهاند بول. والنهارده اهو خلاص الدوري شبه، مش الدوري، المركز الثاني ودوري ابطال افريقيا ضاعت برضو، طارت. بخ مين يا جدعان يرضى بكده يا جدعان؟ دي صفقات يا جدعان، دي صفقات. لو بنتكلم على الدكه يا جدعان، دي دكه. انت في الاخر، في اخر الماتش، في اخر ربع ساعه، انت خط هجومك هو ايشو، حسام اشرف، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي. ولو هنفترض ان انت كنت بتلعب بال 4 2 4 4 2، بس انت ما لعبتش بال 4 4 2 غير في اخر 5 دقائق، اخر 10 دقائق. ده خط هجوم نادي الزمالك يا جدعان. احمد حمدي طبعا نازل، يعني خلينا كده نمسك الدكه واحد واحد. فتوح نازل لسه بيلعب كره شراب، اي نعم. على فكره فرق معانا في نص الملعب، للعلم فرق معانا يعني، بس نازل يلعب كره شراب. وتصرف برضو ساذج كده، كرة وقفت تحت رجليه، قام باصي لورا. لولا الونش قام مطلع الكوره، كان زمان الماتش خلصان 2-0. احمد حمدي نازل خايف على رجليه. مش عارف ايه السر نزول احمد فتحي، احمد حمدي سوري انا اسف. خايف على رجليه بشكل كبير، او ما بيجريش. مش بلوم عليه، الراجل لسه راجع من صليبي، وكان عنده صليبي قبل كده، فراجع من 2 صليبي. مش بلوم على الراجل، ولكن انت يا حبيبي طالما شايف نفسك ان انت مش قادر تجري، او مش هتأدي، او هتخاف على رجلك، كنت قلت له بقى لا يا جدع. وخد بالك انت كده كده اصلا يا احمد يا حمدي، انت ما بتلعبش يعني. ما هو عودتك مش هتعمل حاجه لان انت ما بتلعبش. فانت اما هترجع، او لو ما رجعتش يعني بشكل عام، ما فيش حد هيلومك في حاجه يعني. انت كده كده ما بتلعبش يعني، انت هتفرق معانا في اخر ماتشين ثلاثه؟ مش هتفرق. خايف على رجله بشكل كبير برضه زي ما قلت لك. مش بلوم الراجل في حاجه، لان الراجل في الاول في الاخر راجع من صليبي يعني. خايف على رجليه بشكل كبير جدا. حسام اشرف، مش عارف ايه الفكره بان انت بتنزله بتلعب وينج يمين. مش عارف حسام اشرف، يعني هو لعبها حلو في ماتش سيراميكا عشان يلعبها حلو النهارده قدام بيراميدز. مين تاني؟ سيف الدين الجزيري. هو ده اخره يعني، ما مش برضه ما نقدرش نقول على الراجل حاجه يعني، هو ده اخره بصراحه. حتى ناصر منسي اتصاب يا جدعان. يعني حتى الراجل اللي انت بتعتمد عليه في جميع ماتشاتك، وزي ما قلت الفيديو اللي فات، ان الزمالك هو والله فعلا الزمالك على قيد الحياه لغايه دلوقتي، هو بسبب ناصر منسي. يعني الراجل حتى اللي ربنا كرمه النهارده بتيجي عليه الدقيقه 30 وبيجي له شد في الخلفيه فبيخرج، وبينزل مكانه سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري ده اخره يا جدعان. ايشو بقى يا جدعان، ايشو. يا جدعان طالما ايشو بيلعب في الزمالك، يبقى انا اروح العب في الزمالك عادي. والمصحف الشريف، واحد زي ايشو مواليد 2003 عنده 23، ماشي في ال 23 سنه دلوقتي، بيلعب في الزمالك وده اداؤه، يبقى انا اروح العب في الزمالك يا جدعان. يبقى اي حد يروح يلعب في الزمالك. لا يا جدعان مش كده يا جدعان. ايه ايشو ده؟ ايه يا حبيبي ده يا بابا؟ ده يا راجل. كوره في اخر الشوط الثاني خلاص يعني، كانت الدقيقه 90 85 حاجه زي كده في الحدود دي يعني. الكوره جات له، المساحه قدامه فاضيه. خايف يطلع لقدام، خايف يجري بالكوره. وشه للجون بتاعنا. لقى في وشه ابراهيم عادل، هو عايز يرجع، وهو واخد القرار اول ما الكوره جات له. والله العظيم ثلاثه، المساحه قدامه كبيره جدا، فدانين يقدر يجري فيهم ويعمل ويصنع فيهم فرصه. لكن هي اول بمسافه ما الكوره ما جات له، هو واخد القرار ان انا ظهري للجون وعايز ارجع ورا. وده خد بالك من تصرفات الجبانه جدا، اللي بيقول لك قد ايه ان اللاعب ده ما عندوش شخصيه في الملعب. ممكن يكون بس مش عارف سنه صغير يا جدعان يعني. العيال دي ما بتتفرجش على مين يامال يعني، انا مش فاهم. يمين يامال اللي لسه ما كملش 17 سنه. 17 سنه. انت بتتكلم على واحد عنده 23 سنه بنقول ناشئ يعني. انا متخوف من فكره اللي انا اقول لعيب جبان وشخصيته جبان عشان ما يزوش لان هو صغير. عنده 23 سنه وبنقول عليه صغير. طبعا مع فرق المستويات الكبيره اللي ما بين الدوريات الاوروبيه. وطبعا ده احنا ما بنقارنش بالدوري المغربي. انت كمان مش هروح لك كمان للدوري السعودي، لان هنقول لك دلوقتي السعودي محترفين وبتاع. لا لا لا،
انت ما بتتقارنش بالدوري المغربي. مستواك وحش قوي، مستواك وحش قوي. مفيش مفيش حاجة بتتعمل حتى نقول ان احنا اهو ماشيين في التراك الصح. لعيبة كتير قوي يا جماعة، لازم الفرقة لازم تتفور. الفرقة كلها يا جدعان لازم تتفور، ما ينفعش واحد. انت محتاج وينج يمين، وينج شمال، محتاج مهاجم، محتاج واحد يسند في مركز 8، محتاج مركز 6. بص والله العظيم ثلاثة، قلت كل محتاج واحد جنب عمر جابر باك يمين، لأن الراجل ده تعب قوي بصراحة يعني. قول باك الشمال عندك بنتايج وعندك أحمد فتوح. محتاج قلب دفاع طبعا، مع ان احنا يعني انت عندك احمد حسام اللي مركون مش عارف هو خلاص يعني. وعندك يوسف رفاعي، اسمه متهيألي يوسف رفاعي الناشئ اللي هو المفروض كان ماشي وقعدوه. الواد ده جامد برضه، وعندك مصدق، وعندك قول انت مش محتاج مدافع، ولكن اعتقد مركز برضه حراسة المرمى يعني بقى، يعني كفايه بقى على عواد و... وكفايه على محمد صبحي. كفايه على الاثنين يا جدعان والله. الناس دي لو بتفكر ب 2 جنيه. عندك اسمه ايه بتاع الاهلي، حمزه علاء عقده بيخلص مع الاهلي خلاص. هو مش عايز يجدد لان الشناوي خلاص هيجدد بيلعب، وشوبير الشناوي قعد شوبير. ف... فتقدر تخلص مع حمزه علاء دلوقتي. مش عارف انا قلت كل حاجة عن الماتش ولا لأ، بس عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده بتمنى ان الفيديو اكون وصلت وجهة نظري كزملكاوي. كل اسبوع ماتش اسوأ من اللي قبله. بس في الاول وفي الاخر قول انت بتلعب دلوقتي بروفات كتير جدا لماتش الكاس ونهائي كاس ضد بيراميدز. الماتش لو اتكرر 100 مرة الماتش ما يخلصش كده. انت لو عايز تخسر مش هتخسر نفسك ماتش بخطأ ساذج كده يعني. بتمنى الفيديو يعجبك يا زملكاوي، ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا.